بسم الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. يعني الحمد لله يعني اخواني الكرام، يعني ديجا تكلمت معكم على واحد الصخور الرمليه الذي وجدناها اخواني الكرام. يعني غادي نوريكم فيديو ان شاء الله، تبقوا معايا حتى الاخير ان شاء الله، وغادي نوريكم يعني المكان الذي وجدته فيه هذه الاحجار، وكنت وعدتكم ان شاء الله باش نوريها لكم ان شاء الله، وانا غادي نتبعوا اخواني الكرام وحيده وحيده ان شاء الله. هادو هما الصخور يا اخواني اللي وجدت، هادو لدرجة أن سبحان الله العظيم يا إخواني الكرام تتشكل فيهم باللورات أحجار شبه كريمة، يعني بحال نوع من العقيق. أنا غادي نوريكم إن شاء الله، غادي نبداو إن شاء الله إخواني الكرام فيهم حيوانات، يعني الكوكياج، المحار، يعني بحال يا إخواني الكرام غادي نبداو إن شاء الله بهاد الصخرة يا إخواني الكرام. يعني هذا نحاول نكبر الصورة باش تشوفوا يا إخواني. يعني هذا يا إخواني الكرام بحال البلح، هادو انواع من الكوكياج، هذا بحال نوع من الكوكياج، هادو حيوانات. شوف سبحان الله العظيم، هادو لي كوكياج هنا. نحاول نصغر الصورة اخواني شوية باش نشوفوا المشاهدة كيفاش دايرة. كلها إخواني الكرام هذه الصخور عبارة عن تجمعات من الحيوانات البحرية، يعني كل هذه حيوانات بحرية إخواني الكرام متحجرة في هذا الحجر. ندوز للعينة الأخرى إخواني الكرام. هذه العينة، شوف هذه العينة كلها سبحان الله العظيم بحال نقولوا حيوان متحجر إخواني الكرام. يعني هذا شوف كاع في هذا الكوكياج، يعني كله هذا اخواني الكرام. شوف اللون هذا كيفاش داير، هذه يعني بحال شي حيوان متحجر هنا. يعني احجار غريبه اخواني الكرام، فيها احجار، فيها عقيق، فيها عقيق بني. انا غادي نوريكم كل شيء ان شاء الله الشكل ديالها اخواني الكرام، وانا يعني باغي نهرسهم، يعني باغي نهرسهم نشوف الداخل ديالهم. فيهم بعض الاحجار سبحان الله العظيم يعني بحال الاحجار الكريمه يا اخواني او شبه كريمه. انا غادي نوريكم ان شاء الله كاع العينات يا اخواني الكرام، والراي ديالكم ان شاء الله انتظروه في التعليقات. هذه العينه الثانيه. غنشوف العينه الاخرى اخواني الكرام. هذه تاهي شوف سبحان الله العظيم. تنوريكم كاع دوك الحيوانات المجهريه اخواني الكرام، حيوانات صغيره. وهذا شو اخواني في واحد الحجر احمر بحال العقيق الكبدي مع هذه النقط الخضراء. نحاول نكبر الصوره اخواني باش نشوفوا هذا الحجر هذا. الحجر كيفاش داير يا اخواني، كيفاش داير، يعني يتشكل داخل هذه الصخره. يعني كلها حيوانات يا اخواني الكرام. كوكياج هادشي هذا صغير هنا، يعني احجار رمليه. انا بغيت تقولوا لي في التعليقات ديالكم ان شاء الله الانواع ديال هذه الاحجار الرسوبيه. نحاول نصغر الصوره ان شاء الله اخواني، ثم نمر على بركه الله الى الحجر الاخر يا اخواني الكرام. وهذا الحجر الصغير شو هذا شويه، في هذه الحجر الاخضر هنا لاصق فيها اخواني الكرام. ندوزو ان شاء الله نشوفو. كل هذه حيوانات صغيره مجهريه اخواني الكرام، بحال البلح البحر الصغير، هذوك الكوكياج الصغار يعني تشكلت هنا. هذا بحال صراحه لي كوكياج كبار هنا صراحه، ترسبات اخواني الكرام هنا في هذه المنطقه. يعني ما عنديش كيفاش كنشد اخواني الكرام، شاد الهاتف بيد وكنوريكم الحجر بيد. في هذا الحجر الاخضر يا اخواني هذا كيفاش داير. وبغيت الراي ديالكم يهمني في التعليقات فضلا وليس امرا يا اخواني الكرام بدعم القناه، فالمشاهده ضعيفه جدا يا اخواني الكرام. وهذا الحجر الاخر يا اخواني، هذا حتى هو شو هذا التشكيله اللي فيها يا اخواني الكرام. هذه نوع من الكوكياج، هادو احفوريات، هادو احفوريات هنا يا اخواني الكرام تشكلت وتصلبت هنا. كل هذا بحال احفوري بحال حيوان كله يا اخواني الكرام. يعني حجر كبير لقيت هنا صراحه، غنوريكم ان شاء الله.
ثم نمر إلى الحجر الآخر يا إخواني الكرام. هذا كيفاش داير يا إخواني. هذا تا هو، هادو تجويفات هادو ديال الصخور أو تحيد شي أحجار، تحيد يعني من الكسر، يعني الكسر يا إخواني الكرام. هذا نوع بحال العقيقة يا إخواني الكرام بني، هذا راه مهرسة، لأن الآلة اللي كتهرس هاد الأرض هادي راه يعني كنسميوها بالمارطو، المطرقة كبيرة صراحة ديال صراحة يا إخواني الكرام. وراه غادي تشوفوها في الفيديو إن شاء الله، أنا غادي نوريها لكم إن شاء الله في الفيديو. الآلة اللي كان هذا يا إخواني الكرام، شو هذا الحجر هذا أبيض، ربما يكون من الصوان أو من الكلس، كله حجر رسوبي رملي يحتوي على حيوانات يا إخواني الكرام صغيرة مجهرية. أنا غادي نوريكم مازال كاين بعض الأحجار سبحان الله العظيم فيها شي حيوانات. نمشيو لهذا يا إخواني الكرام. هذا الحجر حتى هو، هذا كله قواقع يا إخواني الكرام، هذا كله قواقع. هذا العمق اللي جبدنا هذا الحجر هذا يا إخواني الكرام على عمق 6 أمتار على الأرض. غادي نوريكم إن شاء الله العمق ديال والأرض كيفاش دايرة. الأرض كلها رملية متصلبة. هذا تا هو يا إخواني الكرام، هذا عقيق يعني بحال الشكل ديالو بحال الكوكياج يا إخواني الكرام. أنا هذا شوف، كل هذا الحجر يعني يحتوي على حيوانات مجهرية صغيرة جدا متحجرة هنا. وقولوا الرأي ديالكم إن شاء الله. راه باغي نهرس هاد الحجر يا إخواني الكرام، باغي نهرسو إن شاء الله باش نشوف. غنوريكم واحد الحجر غريب اللي باش تأكد الكلام ديالي يا إخواني الكرام، وهو هذا. شو هاد الحجر هذا، شو هذا اش خارج فيه يا إخواني الكرام. هادو بلورات خارجين سبحان الله العظيم، أو حيوانات متحجرة. باش نزوم الحمد لله باش تشوفوا يا إخواني الكرام الصورة عن قرب. أعتذر. هذا الحجر يا إخواني الكرام شوية يحتوي على هذه البلورات هذه. واعتذر عن الصور لأن إخواني شاد بالهاتف، فاسمحوا لي صراحة. هذه الصخور ما عرفت شنو اللي خارجين هنا، واش حيوانات متحجرة هنا أو نوع من المرجان، والعلم لله يا إخواني الكرام. هذا الحجر ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر يا إخواني الكرام. هذا الحجر هو في صخور يا إخواني الكرام متنوعة، حيوانات، صخور، كلس، يعني ألوان الأصفر يا إخواني الكرام، البني. واعتذر عن التصوير يا إخواني الكرام. ثم نمر على بركة الله إلى الحجر الآخر. هذا اعتذر عن الشمس يا إخواني الكرام. هذه أنواع من الصخور يا إخواني الكرام. سنكمل إن شاء الله يا إخواني الكرام في الفيديو السابق اللاحق إن شاء الله يا إخواني الكرام. ماذا أقول لكم؟
أستودعكم الله الذي لا تدع ودائعه، ولا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.